أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. بالنسبة للواقعة اللي هي بتاعة مستر كولر لما الإزاز اترمت عليه، وكان طبعا الموضوع يعني اتقال في كلام كتير، هل من مقصورة الصحفيين ولا من الدرجة التانية يمين أو شمال. كانت ظاهرة إن هي كانت من الدرجة التانية شمال، ممكن في أزاز مرمية، وفي بيان بره النقاد إن هو بيبرأ في مجموعة المراسلين أو الصحفيين اللي كانوا موجودين في الماتش. ولكن انا بعديها بيومين، الماتش كان الجمعه، انا يوم الحد انا كنت في افتتاح كاس افريقيا للشباب. حاجه غريبه جدا حصلت على فكره. نفس الموضوع، نفس ازاز بتترمي من مكان مش معروف، من مكان مش معروف. ما تعرفش بقى في التندة اللي فوق المقصوره ديت في حد بيرمي، من تانية يمين في حد بيرمي من فوق خالص، تانية شمال في حد بيرمي من فوق خالص من نفس المكان. وده ان ده اللي يدل على ايه من وجهة نظري انا وتفسيري انا، ان الموضوع ده مقصود، الموضوع ده ليه هدف. الموضوع دوت عايز يعمل ثرثرة ويعمل مشاكل ويعمل أزمة ويخلي الدنيا شكلها وحش. يعني احنا كسبانين في ماتش منتخب الشباب في ازازة تريمي كانت بتنزل على المنظمين، والمنظمين على فكرة اللي في الملعب يشهدوا يعني. التنظيم على اعلى مستوى في الماتش يعني مصر عامله مجهود، واتحاد الكوره مع الرابطه مع اتحاد الكوره مع الوزاره مع الشركه المتحده عاملين مجهود كبير في تنظيم البطوله. ولكن الغريب ان في حد مترصد، في حد عايز الماتشات الجماهيريه يحصل فيها مشاكل. فركزوا في النقطه ديت، في حد عايز يحصل مشاكل في الماتشات الجماهيريه، ده عايز يحرج المسؤولين. فيا ريت الظاهرة ديّة أو مش هي مش ظاهرة طبعًا، هي موضوع مقصود، مقصود لحرج المسؤولين. يعني ده رأيي يعني، وإن يكون في مشاكل في الماتشات الجماهيرية وتصدّر مشكلة البلد ممكن جدًا يعني. فالموضوع ده في رأيي إن هو ممكن ما يكونش غضب جماهيري أوي ساعة واقعة كولر، على قد ما ممكن يكون الموضوع ده مقصود لهدفٍ ما يعني.